ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كالعاده معاكم حسام في فيديو جديد. الناس طلبوا مني مقارنه ما بين هاتف بوكو اكس 5 برو وما بين هاتف اوبو رينو 8 تي النسخه ال 5 جي. طبعا باعتبار ان هما الاتنين دول او الهاتفين دول من اكتر الهواتف الشعبيه انتشارا في الفتره الاخيره. تعالوا يلا زي ما احنا متعودين نعمل المقارنه ونعرف ايه الفرق بينهم هما الاتنين. وطبعا في اخر الفيديو هقول لك تشتري اي واحد فيهم، لكن اهم شيء دلوقتي ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك يا جماعه، لان هو ده الدعم الحقيقي منكم ليا وهو اللي بيخليني قادر بعد ربنا طبعا ان اكمل الفيديوهات والمقارنات دي. يلا بينا. هنبتدي باوجه التشابه ما بين البوكو اكس 5 برو والاوبو رينو 8 تي النسخه ال 5 جي، وبعدين هنتكلم عن الاختلافات. البوكو اكس 5 برو والاوبو رينو 8 تي الاثنين تم اصدارهم في نفس اليوم 1 فبراير 2023. كمان البوكو اكس 5 برو والاوبو رينو 8 تي الاثنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني، بس ركزوا عشان في الاختلافات هتعرفوا ان في واحد اسرع من الثاني فيهم في سرعه الانترنت. تالت حاجه متشابهين فيها هو انك تقدر تركب خطين او شريحتين اتصال نانو سيم هنا، كذلك خطين او شريحتين اتصال في الاوبو برضه في نفس الوقت. كمان حجم الشاشه بتاع الاتنين واحد لانه 6.7 انش. برضه نوع الشاشه هنا وهنا اموليد، وكمان معدل تحديث الشاشه في الاتنين واحد لانه 120 هرتز. وكمان في طبقه حمايه على الشاشه هنا في الاوبو وهنا في البوكو ضد الكسر وضد الخدوش، ولكن طبقه الحمايه طبعا بتختلف. يعني عندك مثلا البوكو اكس 5 برو طبقه الحمايه جوريلا جلاس 5، اما الاوبو رينو 8 تي طبقه الحمايه اي جي سي اي دي ستار 2. حاجه كمان متشابهين فيها هو مساحه التخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام هنا، كذلك 256 جيجا برضو مع 8 جيجا سرعه هنا. السماعات الخارجيه في البوكو والاوبو نوعها ستيريو في الاثنين بيدعموا خاصيه الان اف سي، والكاميرا الرئيسيه الخلفيه في الاثنين واحد، لان في الاوبو 108 ميجا بكسل كذلك في البوكو 108 ميجا بكسل. طبعا في اختلافات في الكاميرا هنتكلم عنها لما نوصل لاختلافات، بس اللي عايزك تعرفه ان الكاميرا الرئيسيه هنا وهنا واحد 108 ميجا بكسل. والجميل كمان في الاثنين منفذ الشحن تايب سي والاثنين بيشحنوا بنفس السرعه. يعني الاوبو رينو 8 تي والبوكو اكس 5 برو الاثنين بيشحنوا بسرعه واحده 67 واط. لو التليفون ده 0% وده 0% وحطيتهم الاثنين على الشاحن كل واحد بالشاحن بتاعه الاثنين هيفولوا في 44 دقيقة بالظبط في نفس الوقت. البوكو والاوبو ما فيهمش راديو اف ام، نفس المستشعرات اللي موجودة هنا هي اللي موجودة هنا، التقارب والتسارع والبوصلة والضوء والجيروسكوب. دي كانت اوجه التشابه او 14 نقطة متشابهين فيهم. تعال بقى نتكلم عن الاختلافات ونشوف اي واحد فيهم هو الافضل. خد عندك مثلا رقم واحد البوكو اكس 5 برو مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 53، يعني يتحمل انه يجي عليه ميه عذبه او ميه مطر، بخلاف طبعا الاوبو رينو 8 تي ما هوش مقاوم لاي نوع من انواع الماء والغبار. رقم 2 المعالج اقوى في البوكو اكس 5 برو. ليه؟ لانه كوالكوم سناب دراجون 778 معماريه 6 نانو اوكتا كور، لكن لما تروح عند الاوبو رينو 8 تي هتلاقي المعالج اقل سناب دراجون برضه بس 695 معماريه 6 نانو واوكتا كور. كذلك برضه معالج الرسوميات اللي موجود في البوكو اكس 5 برو ادرينو 642 ال اقل. هنا معالج الرسوميات ده اللي هو الجي بي يو المسؤول عن الجرافيكس هنا اقل لانه ادرينو برضه بس اقل 619 بس. حاجه كمان لو هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه في البوكو اكس 5 برو معايا تقنيه ال 4K 2160 بكسل، اما لما تروح عند الاوبو رينو 8 تي للاسف اعلى تقنيه معاها 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. يعني البوكو اصور بيه 4K ده ما اقدرش اصور بيه 4K. حاجه كمان في الكاميرا هنا في البوكو في عدسه للزاويه الواسعه الوايد انجل 8 ميجا بكسل. الاوبو رينو 8 تي للاسف ما فيهوش عدسه بزاويه واسعه. اي نعم في عدسه بتاعت التلسكوب اللي بتجيب لك اقل شيء بس مش هستفيد بيها بحاجه. وايد انجل موجود في البوكو مش موجود في الاوبو. حاجه كمان مهمه جدا وهي منفذ الاي او اكس. البوكو اكس 5 برو فيه منفذ للسماعه السلك الاي او اكس، لكن الاوبو رينو 8 تي ما فيهوش زي ما انتم شايفين اي منفذ للسماعه السلك الاي او اكس. اصدار البلوتوث اللي موجود في البوكو هو 5.2، في الاوبو اقل 5.1. البطاريه اللي موجوده في البوكو 5000 ملي امبير، هنا في الاوبو 4800 ملي امبير اقل. احنا اتفقنا ان الاثنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس الاثنين 5 جي، ولكن البوكو اكس 5 برو سرعه الانترنت في الشبكه ال 5 جي 3.7 جيجا بايت في الثانيه الواحده، اما الاوبو اقل 2.5 جيجا بايت في الثانيه الواحده. دي كلها كانت مواصفات البوكو اكس 5 برو متفوقه فيها على الاوبو رينو 8 تي. اللي جاي بقى الاوبو هو اللي متفوق في ايه؟ مثلا في العدسه
بتاعه السيلفي. الكاميرا الاماميه هنا في الاوبو 32 ميجا بكسل، بخلاف البوكو اللي العدسه الاماميه بتاعته 16 ميجا بكسل فقط. كمان البوكو اكس 5 برو ما اقدرش احط له ميموري كارد، هو 256 جيجا ما اقدرش ازيدها. اما الاوبو رينو 8 تي اقدر ازيد ال 256 جيجا عادي جدا. كذلك نظام التشغيل احدث في الاوبو رينو 8 تي لانه اندرويد 13، اما البوكو للاسف اندرويد 12 القديم. اخر حاجه مختلفين فيها متفوق فيها الاوبو هو سطوع الشاشه، لان سطوع الشاشه هنا تحت اشعه الشمس 950 شمعه، اما البوكو 900 شمعه فقط. اخر حاجه بقى هنتكلم فيها هي السعر. البوكو اكس 5 برو زي ما انتم شايفين متفوق في اغلب الحاجات، سعره اقل حوالي 2000 جنيه من الاوبو رينو 8 تي. معناه ايه؟ معناه انك تشتري البوكو اكس 5 برو لو متوفر قدامك، لانه مواصفاته اعلى وسعره اقل. دي كانت مقارنه سريعه ما بين الاثنين. اللي عنده اي سؤال يكتبه تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ومقارنه جديده انتوا تختاروها قريب. سلام.